إلى الرباط، حيث وصل المنتخب المغربي قادما من الدوحة بعد أن طوى صفحة مشرقة في تاريخه الرياضي عندما أنهى مشاركته في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بحلوله رابعا إثر خسارته السبت الماضي أمام كرواتيا 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب خليفة الدولي. أسود الأطلس حققوا أفضل مشوار في تاريخ المنتخبات الأفريقية وكذلك في تاريخ المنتخبات العربية. وهذه الصور مشاهدينا الكرام لإذن الحافلة التي تقل أسود الأطلس والتي ستجوب شوارع الرباط أمام الحشود الغفيرة لمناصر أسود الأطلس، كما ذكرت بعد مشوار تاريخي مشرق جدا في مونديال قطر لكرة القدم. معي الآن في الاستوديو الزميل فوزي بن جامع للتعليق على هذه الصور التي يمكن أن نعتبرها صورا تاريخية بقدر النتائج التي حققها منتخب المغرب في مونديال قطر. كما ذكرنا حقق أفضل نتيجة وأفضل مشوار في تاريخ المنتخبات الأفريقية والعربية. فوزي، فعلا أهلا كريمة، صور للتاريخ مرة أخرى لأسود الأطلس الذين كتبوا التاريخ في قطر باحتلالهم المركز الرابع في مونديال سيبقى راسخا بكل تأكيد في الأذهان عند جميع المنتخبات العربية والأفريقية. منتخب المغرب الذي فتح كما يبدو شهية المنتخبات العربية من أجل المشاركة مستقبلا، ليس من أجل المشاركة فقط وتخطي الدور الأول فقط، ولكن من أجل اللعب للدور ربع النهائي، للدور النصف النهائي، لأن يحلموا مرة أخرى بالوصول إلى الدور النهائي، ولم لا التتويج مستقبلا في بطولة عالمية كبيرة مثل كأس العالم. نتابع هذه الصور المباشرة وهذا الاستقبال الشعبي الحافل لأسود الأطلس من قبل المواطنين في المغرب. لاحقا سيكون هناك تكريم من قبل ملك المغرب محمد السادس، الذي وجه أيضا قبل أيام دعوة لأمهات اللاعبين لتكريمهن هن أيضا عنده في الرباط. طبعا التكريم تكريم مستحق وهو واجب إن صح التعبير بالنسبة لأسود الأطلس الذين قدموا مستويات كبيرة في هذا المونديال، في مونديال قطر، نسخة تاريخية واستثنائية بالنسبة لقطر التي نظمت هذا المونديال، وأيضا بالنسبة للمنتخب المغربي الذي فاز على منتخبات كبيرة. نتحدث عن بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال، وأيضا الخسارة أمام منتخب فرنسا في نصف النهائي، وأيضا المركز الثالث أمام منتخب كرواتيا في المباراة الترتيبية. نتحدث أيضا حينها عن لعنة الإصابات أيضا التي طالت المنتخب المغربي. نتحدث عن الجاهزية البدنية في مباريات صعبة جدا في مونديال قطر، مباريات في أيام قليلة، لكن المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي استطاعوا أن يحولوا الحلم إلى واقع وتجاوزوا الأدوار الأولى ووصلوا إلى الدور نصف النهائي. من حق المغاربة، من حق العرب، من حق الأفارقة أن يفتخروا بهذا المنتخب الذي يصل إلى الرباط، وخرجوا هنا لتحيتهم. نشاهد التحية المتبادلة بطبيعة الحال لرفقاء ياسين بونو المتألق في هذه الدورة، وعز الدين أناحي لاعب أونجيا المتألق أيضا، والعديد من اللاعبين الذين أبانوا عن مستويات مميزة جدا في بطولة تاريخية واستثنائية في قطر. هذه الحشود تنتظر كما علمنا منذ الصباح الباكر، ونشاهد اللاعبين هنا على المباشر طبعا مع رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع الذي يرافقهم في كل صغيرة وكبيرة ويقدم الدعم للمنتخب المغربي.